Yagama 3, why not fly over Pacific? It's like shortcut to Asia, but this ocean wanna eat my falafel plane. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا أشرف إبراهيم وأهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع غريب ومثير جدا، وهو ليه مفيش رحلات جوية بتطير فوق المحيط الهادي؟ يعني تخيلوا معايا المحيط الهادي ده اللي أكبر محيط في العالم، واسع زي ما يكون بحر لا نهائي. لو الطيارات كانت بتعدي فوقه مباشرة من أمريكا لآسيا هيبقى الرحلة أقصر وأحلى، مش كده؟ بس ليه الشركات الجوية بتلف وتدور شمالاً فوق ألاسكا أو كندا زي ما تكون بتلعب لعبة السباق اللي بيلفوا فيها الطريق؟ هتبقى كارثة لو حصل حاجة ولا إيه؟ الموضوع ده زي اللغز الكبير، لأن الطيران مش مجرد رحلة عادية، ده جزء أساسي من حياتنا اللي ربنا خلقها علشان نتنقل ونتواصل، بس مع توازن السلامة والاقتصاد. النهاردة هنغوص معاكم في الموضوع ده، وهنحاول نفهم إيه الأسباب اللي بتخلي الطيارات تتجنب الهادي. يلا بينا، خلينا نبدأ الرحلة الجوية الغريبة دي. بس قبل ما نغوص، لو أول مرة تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق زي يا أشرف أنا خايف أطير فوق المحيط بس بعد الحلقة دي هحب الطيران، سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه هو المحيط الهادي عصماً؟ لو عايزين نفهم ليه مفيش رحلات بتطير فوقه لازم نبدأ من الأول. إيه هو المحيط الهادي ده بالظبط؟ يا جماعة، المحيط الهادي مش مجرد بحر كبير، ده عملاق حقيقي. تخيلوا مساحته حوالي 165 مليون كيلومتر مربع، يعني يغطي أكتر من 30% من سطح الأرض كلها. طوله من ألاسكا جنوباً لأنتاركتيكا حوالي 15 ألف كيلومتر، وعرضه في الوسط يوصل ل20 ألف كيلومتر. ده أكبر من مساحة كل القارات مجتمعة، وفيه جزر صغيرة زي هاواي أو غوام، بس معظمه مفتوح تماماً بدون أرض صلبة. والغريب إنه موجود من ملايين السنين نتيجة حركة الصفائح التكتونية اللي ربنا خلقها عشان تشكل الكوكب. العلماء بيقولوا إن اسمه الهادي جاي من الإسباني باسيفيكو، معناها هادئ، بس ده كدبة كبيرة. في الواقع هو مليان عواصف، رياح قوية، وموج عالي يصل 15 متر خاصة في الشتاء. تخيلوا فوق ده كله الطيارات لو طارت مباشرة هتبقى مسافة طويلة جدا. بس اللي يخلي الموضوع مثير مش حجمه بس، ده دوره في الطقس العالمي. هو مصدر للرياح اللي بتأثر على الجو في كل مكان. ربنا سبحانه خلقه عشان يكون مهندس طقس للكوكب زي ما بيقولوا العلماء، وده هيبان لما نشوف ليه الطيارات بتتجنبه. ليه الطيارات مش بتطير فوق الهادي؟ لو سألتني يا أشرف، المحيط ده واسع، ليه مش بنطير فوقه ونخلص الرحلة؟ الإجابة بسيطة، لأن الطيران زي اللعبة اللي لازم تلعبها بحكمة مش بالقوة. أول حاجة، السبب الرئيسي هو مسار الدائرة الكبرى، أو اللي بنقوله بالعربي الطريق الأقصر على الكرة الأرضية. يا جماعة، الأرض مش مسطحة زي الخريطة اللي بنشوفها، هي كورة. فالخط المستقيم على الخريطة في الواقع مش مستقيم لأنه بيمر بمسار دائري على الكرة الأرضية. ملاحظة مهمة، الخرائط المسطحة اللي بنشوفها على جوجل مابس خط مستقيم بتضللنا لأنها في الواقع خط منحني. تخيلوا لو عايز تروح من لوس أنجلوس لطوكيو، الطريق المباشر عبر الهادي هيبقى طويع بسبب الخط الاستوائي اللي أوسع، فالطيارات بتلف شمالا فوق ألاسكا أو سيبيريا، وده يأثر المسافة بحوالي 1000 كيلومتر. يعني توفير وقود هائل، لأن الطيارة بتحرق من 110 إلى 175 كيلوغرام من الوقود كل دقيقة، وده يوفر فلوس للشركات ويقلل التكاليف ليك أنت كمسافر. تاني حاجة، السلامة أولاً. المحيط الهادي واسع جداً وفيه شوية جزر، بس مش كفاية للإقلاع الطارئ. لو حصل عطل في الطيارة زي مشكلة في المحرك أو ضغط هواء، مفيش مطارات قريبة. أقرب حاجة هاواي، بس ده يبعد آلاف الكيلومترات. في الطيران لازم يكون عندك ETOS،
يعني قواعد للطيارات ذات المحركين اللي تقدر تطير بعيد عن المطارات لمدة معينة، بس فوق الهادي ده مخاطرة كبيرة. تخيلوا لو وقعت الطيارة في الوسط، مفيش إنقاذ سهل، والمياه باردة ومليانة أسماك قرش، وكمان الطقس هناك رهيب، عواصف استوائية، رياح الجيت ستريم أو التيار النفاث اللي بتصل 400 كيلومتر في الساعة، واضطرابات هوائية تخلي الركاب يتقيأوا طول الرحلة. العلماء بيقولوا إن التربلنس فوق الهادي أعلى بنسبة 20% من الطرق التانية، وده بيخلي الطيارين يفضلوا الطرق الشمالية الهادئة نسبياً. تالت حاجة، الاقتصاد يا جماعة. الرحلات فوق الهادي هتحتاج وقود إضافي بنسبة 10-15%، وده يرفع تذكرة الطيارة، ومع الوقود اللي غالي دلوقتي الشركات مش هتقبل. كمان قلة الطلب، مفيش رحلات كتير مباشرة بين أمريكا الجنوبية وأستراليا، فالطرق الشمالية أرخص وأسرع. يعني الطيران زي التجارة، لازم يكون مربح. قصة اكتشاف ده مش جديدة، بس بدأت مع بداية الطيران التجاري في الثلاثينيات. من زمان الطيارين كانوا بيخافوا المحيطات الكبيرة، وفي الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية الدراسات بقت تثبت إن الطرق المنحنية أقصر بفضل حسابات الرياضيات للكرة الأرضية. مثلا في الستينيات شركة بان أمريكان هي أولى الشركات اللي رسمت الطرق فوق ألاسكا، وده وفر وقود هائل. وبعدين في السبعينيات حوادث زي سقوط طيارة فوق المحيط الأطلنطي خلت ال FAA الإدارة الفيدرالية للطيران تحط قواعد صارمة لل ETOPS اللي بتحدد إزاي الطيارة تقدر تطير بعيد عن الأرض. والنقلة الكبيرة حصلت في التسعينيات لما الطيارات الجديدة زي بوينغ 777 قدرت تطير 180 دقيقة بدون توقف. بس لسه الهادي خطر. في 2000 بحث في مجلة الطيران أظهر إن 90% من الرحلات من الغرب الأمريكي لآسيا بتتجنب الوسط، وده بسبب الطقس اللي بيسبب 30% من التأخيرات. يعني العلم الحديث بيرد على اللي بيقوله ليه مش بنطير في خط ملاحي مستقيم، ويثبت إن السلامة أغلى من السرعة. إيه اللي هيحصل لو الطيارات طارت فوق الهادي تماماً؟ دلوقتي الجزء الأكشن. تخيلوا سيناريو الطيران ده يا جماعة. لو الشركات قررت تطير مباشرة، أول حاجة هتحصل هي زيادة التكاليف. الوقود هيزيد بنسبة 12%، يعني تذكرة من نيويورك لسيدني هترتفع $200 والركاب هيشتكوا. وتاني حاجة مخاطر السلامة. لو حصل عطل الإنقاذ هياخد أيام. في 2014 طيارة MH370 اختفت فوق الهندي، وده خلى العالم يبحث شهور. فتخيلوا في الهادي. الدراسات بتقول إن خطر الإقلاع الطارئ هيزيد 5 أضعاف، والتربلنس هيسبب إصابات للركاب. وتالت حاجة التأثير على البيئة. الطيارات فوق المحيط هتزود الانبعاثات الكربونية، وده يساهم في الاحتباس الحراري، خاصة إن الهادي مصدر للعواصف اللي بتغير المناخ. تخيلوا عواصف أقوى بسبب الطيران. في النهاية فوضى اقتصادية وصحية. زي ما قال خبعاء على ريدمت، التأثير هيبقى هائل زي كارثة بيئية. التحديات اللي بتواجه الطيران فوق المحيطات، أهم تحدي فيهم إن المحيط الهادي مساحته شاسعة. مساحة المحيط الهادي بتصل لأكتر من 165 مليون كيلومتر مربع، والمشكلة إن المساحة دي ما فيهاش أي يابس مؤهل إن الطيارات تنزل عليه. يعني لو الطيارة وهي في الجو لا قدر الله حصل لها أي مشكلة، عطل في محرك مثلا، عطل في النظام الملاحي أو أي حاجة، مفيش قدامها خيار إنها تنزل في أي حتة، مفيش تحتيها إلا المية. ضيف على كده إن المحيط الهادي هو أعمق محيط على وجه الأرض. المحيط ده هو اللي فيه خندق ماريانا، واللي عمقه 11,000 متر. يعني الطيارة اللي هتقع في المحيط ده محدش يلمس عليها. وعشان كده المسؤولين عن مسار الرحلات الجوية بيحبوا دايما يخلوا الطيارات طائرة فوق اليابس، لأنه كل ما كانت الطيارة فوق يابس كل ما كان عندها فرصة أفضل في التعامل مع الطوارئ. ضيف على كده إن أضيق جزء في المحيط الهادي طوله حوالي 20,000 كيلومتر، ومش كل الطيارات بتقدر تقطع المسافة دي على مرة واحدة. طيارات كتير بتحتاج تنزل ترانزيت عشان تتزود بالوقود في النص. أحدث إصدارات بوينج مثلا لو خزان الوقود بتاعها مليان على الآخر بتقدر تقطع 16,000 كيلومتر، وده أصلا إنجاز كبير، ومع ذلك أقل من المسافة المطلوبة. بجانب المساحة الشاسعة في تحدي تاني مهم، وهو الطقس. المحيط الهادي يعتبر من أكتر الأماكن على سطح الأرض
اللي الظروف المناخية فيها مضطربة، رياح شديدة، أمطار، عواصف رعدية، وزي ما انت عايز تقول. والمشكلة الأكبر إن الظروف الجوية دي بتحصل فجأة، كمان مفيش إمكانية للتنبؤ الدقيق. وعشان كده المحيط الهادي يعتبر أخطر من المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. وسيبكم من موضوع مثلث برمودا اللي في المحيط الأطلنطي، لأن الموضوع ده مجرد ضجة إعلامية مش أكتر، وإن شاء الله هعمل لكم حلقة عن مثلث برمودا أحكي فيها تاريخه بالكامل. في المحيط الهادي في مناطق أخطر من منطقة برمودا 100 مرة، زي بحر منومي واللي بيسموه بحر الشيطان، وده من أكتر المناطق في العالم اللي بيحصل فيها حوادث اختفاء سفن وطائرات. بالإضافة للكلام اللي قلناه، المحيط الهادي ما فيهوش أي بنية تحتية موثوقة عشان تراقب الحركات الجوية للطائرات. الطيارين ما بيقدروش يطيروا مسافات طويلة من غير توجيهات من مراكز الملاحة الأرضية، وعشان كده في شبكة ضخمة من مراكز المتابعة والمراقبة منتشرة في كل حتة في العالم. والمحيط الهندي والأطلنطي منتشر حواليهم مراكز مراقبة بصورة مكثفة، وكمان الجزر اللي في وسط المية فيها نقاط مراقبة. وكمان مراكز المراقبة في المحيط الأطلنطي مثلا متقسمة على 4 مراكز مراقبة، واللي بيغطوا كل المحيط حرفيا: محطة نيويورك، ومحطة سانت ماريا، ومحطة شانويك، ومحطة جراندر. والمراكز دي بتتواصل مع الطيارات كل 14 دقيقة بالظبط عشان تعرف مكانها. لكن الكلام ده بقى مش موجود في المحيط الهادي، وكأن المحيط الهادي ابن البطة السوداء العني. مفيش بنية تحتية، مفيش مراقبة، مفيش تواصل، وعلشان كده الطيارين بيهربوا منه. في الخلاصة، اللي مفيش رحلات فوق الهادي عشان الطرق المنحنية أكثر أماناً وأرخص، توفير وقود، تجنب عواصف، وقلة مخاطر. ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وإحنا هنحاول نجاوب في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.